السلام عليكم ورحمة الله طلاب الصف الثامن. ضرب وقسمة الأعداد النسبية. في الضرب بعمل إيه يا أولاد؟ بضرب بسط في بسط ومقام في مقام، بس خد بالك من الإشارات. أنا هنا عندي الإشارة سالب وهنا عندي الإشارة موجب، فلما أجي أضرب سالب في موجب بيديني سالب، إذا الإجابة معايا هيبقى فيها سالب. طيب سالب، قلنا هنضرب بسط في بسط ومقام في مقام. 2 ضرب 4 يديني 8. طب المقامات 5 ضرب 20 يديني 100. طيب يبقى سالب 8 على 100. طب في أبسط صورة الاتنين بيبقوا القسم على الأربعة، هقسم على الأربعة، طبعا السالب موجود معايا. 8 على 4 فيها الاتنين، و100 على 4 فيها الخمسة وعشرين، يبقى سالب 2 على 25. المسألة التانية هنا خد بالك برضو من قاعدة الإشارات، هنا عندي في هنا سالب وهنا في سالب. طب سالب في سالب بإيه يا أولاد؟ سالب في سالب بموجب. خلاص كده السالب مش موجود معايا في الإجابة. بص لما تشوف السالب ظاهر عدد فردي، يعني مرة واحدة مثلا أو 3 مرات، يبقى موجود في الإجابة. ظاهر عدد زوجي مرتين 4 6 مرات، يبقى مش هيبقى موجود في الإجابة. هنا سالب ضرب سالب يديني موجب. طب 3 ضرب 2 يديني 6، و6 ضرب 5 يديني 30. إذا 6 على 30 في أبسط صورة هنقسم على 6، لأن 6 العامل المشترك الأكبر بتاعهم. 6 على 6 فيها الواحد، و30 على 6 فيها الخمسة، يبقى الإجابة 1 على 5. طب نيجي للقسمة. في القسمة يا ولاد بعمل إيه؟ القسمة بنحولها لضرب، يعني الكسر الأولاني ده بنسيبه زي ما هو، يبقى 2 على 2 على 4 زي ما هو. طب القسمة دي نعملها إيه؟ نعملها ضرب، ونجيب مقلوب الكسر ده أو المعكوس الضرب بتاعه، بدل ما 1 على 5 يبقى 5 على إيه؟ 5 على 1. إحنا ممكن ما نكتبش الواحد بس هنكتبه دلوقتي. 2 بسط في بسط ومقام في مقام. 2 ضرب 5 10، و4 ضرب 1 كام؟ 4. يبقى 10 على 4 في أبسط صورة، يبقى فيها الاتنين وإيه؟ الاتنين ونص، دي في أبسط صورة.